شعب مصر العظيم. لو انت اهلاوي الفيديو ده مش ليك فاعمل سكيب، لو انت زملكاوي فالكلام ليك فيا ريت تسمعني من فضلك. هنتكلم كلمتين كده يعني انا الفتره الاخيره ما كنت بحاول اقلل من الفيديوهات على قد ما اقدر، يعني لاني بشوف ان خلاص بقى السوشيال ميديا بقت يعني حاجه صعبه، فبكتفي بالتويتات. لكن في امور كده بتحتاج التوثيق وبتحتاج يتحط عليها خطوط عريضه كده زي ما بيقولوا. فخلينا كده ندخل في السريع عشان الفيديو ممكن يطول مني حبتين. فشير ريتويت مع اخوك الزملكاوي، لانه يعني انا نفسي بجد نفسي ان انتوا تركزوا اكتر مع مشاكلكم الداخليه ومع اداراتكم اللي هي سبب الفساد والفشل، وتبعدوا خالص وتشيلوا الاهلي من المعادله ونظريه المؤامره الكونيه اللي انتوا عايشين فيها، ان الاهلي والدوله والفيفا وجمال عبد الناصر والدنيا كلها ضدكم. تمام؟ نركز مع بعض بقى كلمتين. انت دلوقتي كل ما بتطلع في مكان، واخرهم طبعا السوبر في ابو ظبي، خالد الغندور وغيره الخ انتوا طارق السيد مع مهيب، اي حد فيكم بيطلع يتكلم في اي حته هو طول الوقت لو الزمالك في حالته، لو الزمالك مش عارف ايه، لو الزمالك مشاكله، لو الزمالك. طيب هنتكلم كلمتين بالعقل كده وبالهدوء، وكله متوثق وكله موجود، مش هبد كده واي كلام في اي كلام. حلو يا عم؟ نركز مع بعض كلمتين. هنبص عندي، معلش انا بس عشان ايه، يعني الارقام ما ينفعش يبقى فيها اي تدليس يعني او اي افتراء، فاحنا محتاجين بص يا سيدي. في مجلس المعزول ضاضة حبيبكم اللي في بعض منكم حسن حمامة او سارة كما يطلق عليها، فجأة كده خدت حبوب الشجاعة وبدأت تنادي بعودة المعزول. طبعا أنا لا يعنيني في شيء يرجع وما يرجعش، دي مشكلتكم انتوا، تخبطوا تدبوا في بعض بتاعتكم. اسمع بقى يا سيدي وركز معايا، والكلام ده موجود مثبت في محاضر الدولة الرسمية، مش كلام سوشيال ميديا واي حد جايبه من اي حته، وتقدر تقدر انت تجيبه، وانت كزملكاوي لو متابع اكيد عارف الارقام دي. بص يا سيدي، عندك في 2017 2018 لحد 30 يونيو 2020، تمام؟ 2020 ركز، صرف مبالغ تم تحصيلها من الأعضاء لإنشاء فرع 6 أكتوبر في غير الغرض 6 مليون جنيه، وبقاء أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر على حالتها، الأرض اللي انتوا عاملين عليها أفلام هندي لحد النهاردة من 2020. فضلا عن عدم إظهار هذه المبالغ بميزانيات النادي، 6 مليون جنيه مش موجودة أصلا في ميزانية النادي. اللي بعده من 2010 يعني 2010 ل 2020 عدم سداد القروض في مواعيدها القانونية إجمالي 33 مليون جنيه و2 مليون فاصل 540 ألف دولار برضو ما اتسددوش في ميعادهم. عندك من 2019 2020 برضو صرف مطالبات قضائية عن رئيس مجلس الإدارة دون وجه حق من ميزانية النادي إجمالي 64 ألف جنيه. رقم صغير بس عد معايا، انت بتتكلم يعني في توتال، هجيب لك توتال دلوقتي يتخطى المليار جنيه. دول لوحدهم ضاضة ما تعرفش راحوا فين وجم منين، ولا مين خدهم ولا وداهم فين، لا مثبوتين ولا مكتوبين ولا اي حد يعرف عنهم حاجة. تمام؟ من 2015 ل 2020 برضو صرف فرق الإعانات الإنشائية للعضويات الجديدة زائد عجز نقدي وخزينة إجمالي مليون جنيه 511 ألف جنيه زائد 13 ألف يورو زائد 69 558 ألف دولار و100 فرنك سويسري. ده إيه؟ فرق الإعانات الإنشائية للعضويات الجديدة زائد عجز نقدي في الخزينة بتاعت النادي. 30 سبتمبر 2020 فارق الأرصدة النقدية وأوراق القبض الظاهرة بالميزانية العمومية للنادي 30/9/2020، والأرصدة الفعلية التي تم إثباتها بمحضر الجرد الفعلي إجمالي 5 مليون جنيه. في فرق بين المثبت وبين الجرد 5 مليون جنيه، محدش برضو عارف دول فين. كلام فاضي مش مهم.
اللي بعده عدم توريد جميع المتحصلات للبنوك إجمالي 19 مليون جنيه زائد 69 ألف دولار زائد 13 ألف يورو زائد 2 مليون 381 ألف جنيه شيكات. يعني المفروض الفلوس دي تتورد للبنوك عشان ده مال عام، دي فلوس دولة. ما هو النادي ده نادي ملك الدولة أو ملك الشعب، فالفلوس دي المفروض تتورد. الفلوس دي ما راحتش البنوك، محدش يعرف الفلوس دي فين. اللي بعده مارس 2020 استهلاك الكهرباء مرتين لنفس الشهر والتلاعب بالمستندات 187 ألف جنيه. كله تلاعب، كله ضرب، كله شغل تحت السلم. مخالفات بدون تراخيص، مخالفات بناء بدون ترخيص 409 مليون جنيه. مخالفات بناء بدون ترخيص 409 مليون جنيه. شبهة اختلاس من قبل أمين الخزنة، شبهة اختلاس من قبل أمين الخزنة 135 ألف جنيه. شراء مولد كهربائي بدون استخدام وتأمين 500 ألف جنيه. استيلاء على أموال النادي والتلاعب بالمستندات اللي هي بين قوسين الضرايب 300 ألف جنيه. تاني، الاستيلاء على أموال النادي والتلاعب بالمستندات اللي هي الضرايب 300 ألف جنيه. غرامات التأمينات الاجتماعية نتيجة السداد في التأخر في السداد 4 مليون 187 مليون جنيه. خد بقى عندك 2018 2019 2019 2020 سنتين غرامة قسط البنك التجاري الدولي بسبب التأخير وسداد بدلا من البنك الأهلي 41 مليون جنيه. تقاعس الإدارة عن دفع مستحقات النادي من الكهرباء. يعني شوف انتوا من 2020 ما بتدفعوش كهرباء، من 2020 يا مؤمن ما بتدفعش كهرباء. كم؟ 36 مليون جنيه للدولة، 36 مليون جنيه من 2020، وده غير اللي اتضاف طبعا مؤخرا. ما بتدفعوش كهرباء. عندك مخالفات التعدي على أملاك الدولة في حي العجوزة 48 ألف جنيه. مخالف التعدي على شبكة المياه العمومية. ما هو اصل خلي بالك، يعني ما هو اصل مرتضى كان واخدها فردة وعافية، وكل الناس هو ماسك عليها سيديهات ومكهرب الدنيا، والناس كلها بتخاف منه، ما تعرفش ليه. التعدي على شبكة المياه العمومية 490 ألف جنيه. تمام. عدم تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه من محكمة الاستئناف بتاريخ 30/1/2020 بإلزام شركة برومو آد بأن تؤدي للنادي مبلغ 8 ملايين و100 ألف جنيه، ما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من الفلوس دي. 2017 2018 2019 2020 عدم احتساب أو تحصيل الضريبة على القيمة المضافة للعضويات 141 مليون جنيه. 141 مليون جنيه. عدم احتساب أو تحصيل الضريبة على القيمة المضافة للعضويات، يعني في ضرائب على العضويات ما تحصلتش 141 مليون جنيه. فين برضو الفلوس دي؟ الله أعلم. 30 يونيو 2017 عدم تحصيل ضريبة العقارات على إيجار المحلات اللي انت مأجرها 144 مليون جنيه. 144 مليون جنيه ضرائب على المحلات اللي انت مأجرها ما اتحصلتش. معرفش يعني كل الفلوس دي مسكوت عنها ليه. اللي بعده عدم توريد مبالغ مستقطعة من رواتب العاملين وللاعبين، اللي هي ضرائب، اللي هي الضرائب بتاعت اللعيبة والعاملين اللي هي المفروض بتتاخد منهم عشان تروح للدولة، ما تسددتش. كام بقى؟ 180 مليون جنيه. مخالفات لائحة الفريق الأول صرف 100% بدلا من 70%. يعني المفروض هو بيدي 70 للعيبة و30% بتروح لاتحاد الكرة والضرايب والكلام ده كله. لا، هو كان بيدي اللعيبة المبالغ كاملة، ده على كلامه. 10 كام بقى؟ 10 مليون جنيه 725 ألف دولار طبعا من اللعيبة الأجانب،
و774 ألف يورو. دي كل لو حسبت التوتال ده او حسبت الاجمالي ده معدي المليار جنيه ده بس في عهد مرتضى، غير طبعا الحاجات اللي يعني ما تمش الاعلان عنها او ظهرت مؤخرا او في فلوس اصلا. ده غير طبعا الغرامات والليله دي. ثواني انا جاي لك في الكلام اهو. بص يا سيدي، في بقى البيان اللي حضرتك انت كنادي منزله، بيان رسمي من صفحه النادي الرسميه. بيقول ايه؟ قام مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب بلا 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 بلا. بص بقى دفع كام؟ 1,517,800 لنادي سبورتنج لشبونه البرتغالي، 512,000 و390 لنادي كاراكاس الفنزويلي الخاصة بصفقة البنيني سامسون أكينيولا، 24,000 364 دولار لنادي ليون 36 النيجيري عبارة عن حق الرعاية في البنيني سامسون أكينيولا، 83,000 455 مستحقات مساعدي البرتغالي جيسفالدو فريرا، 340,000 و130 عبارة عن مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج، 2,819,000 مستحقات المغربي خالد بوطيب، 46,000 دولار للمغربي أحمد بالحاج، 68,000 دولار للفيفا، 1,141,000 دولار عبارة عن مستحقات البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق. وصل إجمالي ما سدده مجلس الإدارة من غرامات للأندية واللاعبين والمدربين السابقين حوالي 6,522,913 دولار. ده بيانك انت الرسمي بخط ايدك، دافع 6.5 مليون دولار غرامات. هل ده بسبب الأهلي؟ هل ده بسبب الدولة؟ هل ده بسبب اتحاد الكورة؟ طب هل ده بسبب الفيفا؟ الفيفا حطك في دماغه وبينزل لك غرامات كده كل ما تفوق كده وتيجي تقف على رجلك فالفيفا يروح مديلك؟ هو الفيفا يعني اقنعني، كلمني. انتوا يعني كفايه فضايح بقى، وكفايه جرس، وكفايه قله ادب، وكفايه فضحتونا في كل حته بتطلعوا فيها، في اي حته، في اي برنامج، في اي لقاء، في اي زفت بتقعدوا فيه. احنا مظلومين، والزمالك لو معاه اللي بياخدوا الاهلي، لو تساويني مع الاهلي، لو مش عارف ايه الاهلي. طب كل الفلوس دي اللي انت مقضيها شمال ويمين سرقه ونصب واحتيال وغرامات وعمولات و الاهلي السبب فيها؟ هي مشكلتك مع الاهلي بجد؟ هو الدوله بتساعد الاهلي كده؟ هي الفلوس دي اصلا انت بتاخدها منين؟ انت لا بتاخد بطولات، ولا عندك رعاة زي الناس، ولا عندك حقوق بس تلفزيون تجيب لك فلوس محترمه، ولا عندك حتى توكيل رسمي من اي شركه، من اي شركه رياضيه بتجيب يعني حاطه شعارها على التيشيرت بتاعك فبتدي لك ملايين. ده انت رحت جبت توكيل من واحد واخد توكيل مش عارف من بوما، وبوما رفعت عليه قضيه ولا هتسحب منه التوكيل، ورحتوا اشتغلتوا جماهيركم وقلت لهم بوما ولا نايك بقت معانا توكيل رسمي. انتوا ازاي كده يا ابني؟ انت ازاي كده يا ابني؟ يا ابني فوق. انت مشكلتك مش مع الاهلي، ولا مشكلتك مع الفيفا، ولا مشكلتك مع اتحاد الكوره، ولا مشكلتك مع مصر اصلا. انت مشكلتك ان اللي بيديرك كلهم فسده. طب انت بلاش، انسى ده كله. خلي بالكم انا ما بحضرش سكريبتات ولا بكتب حاجه، انا بتكلم من دماغي واللي بيجي على لساني. بلاش، انسى ده كله، اردم على ده كله، خلينا نتكلم في الجديد. انت دلوقتي في سوق الانتقالات اللي فات ده صارف 7.5 مليون يورو. تقدر تقول لي منين جبتهم؟ ازاي؟ مين ايه مصادر مداخيلك؟ ممكن تقول لي؟ لا رعاة ولا بطولات ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص. جبت منين 7.5؟ ها؟ هل كده الاهلي ظلمك؟ هل كده الاهلي مفتري عليك؟ هل كده الاهلي واخد اكتر منك؟ هل كده الاهلي مسنود من الدوله؟ طب انت 7.5 مليون يورو وديتهم فين؟ جبت لعيبه كسر كلها. مشكلتك برضو يبقى انت كده مش بتاخد فلوس، يبقى انت كده محدش بيساعدك، يبقى انت كده مش مسنود. غرامات وكهرباء وضرايب وتأمينات وزفت واطران، كل ده مش يعني منين؟ طب الدولة تعمل لك اكتر من كده ايه تاني يا ابني؟ وتيجي ترمي شماعتك على الاهلي، وتيجي تعلق مصايبك على الاهلي، وتسخن جمهورك، وطول الوقت بتشحنوا الجمهور عشان يفضل مشغول بمعركة السوشيال ميديا، وان هو يحارب الجماهير ويحارب إدارة الاهلي ويشتم في ده ويشتم في ده طبعا لسه جاي لموضوع الشتيمة ده. انت يا ابني، انا بكلمك كمشجع، انا ماليش مصلحه ومش مغرض، ولا جاي هنا عشان اتريق عليك ولا سف. انا بكلمك لمصلحتك، انا بكلمك للي يهمك، للي يخصك. ركز مع الناس دي، ركز مع اللي بيدير،
ركز مع اللي هو سبب الفساد، مش مركز معايا انا ماليش دعوه بيك. انا مش شايفك اصلا، انا في حته وانت في حته يا حبيبي. اتمنى قصه يعني بجد بجد بقى، خلي عندكم دم ونخوه ومروءه ورجوله، واطلعوا كده في القنوات زي ما بتطلعوا، ومهيب بيدفع لكم بالدولار، ومع ابراهيم فايق وهنا وهنا، واتكلموا بقى برجوله بقى. يعني خليكم كده اولاد نادي بجد، وقلبكم على النادي وخايفين على النادي. لا، اطلع امسك مجلس الاداره ده، افشخه، عرفوا ان هو سبب الفساد، عرفوا ان هو سبب مشاكلك، عرفوا ان هو انت سبب انتكاستك بايديهم، مش بايد الاهلي ولا بايد الدوله. محدش بيساعد الدوله والله يا ابني، ما حد بيدينا حاجه. انا مش عارف انتوا ازاي متخيلين كده. اللي بعده، اتمنى بقى تبطلوا النغمه دي. اللي بعده، شفت فيديو البنت اللي هي الست المحترمه البنوته دي، اللي هي طالعه بتشتم وتقول صالح سليم ما اعرفش ايه كده. طبعا انا مش هقول اللفظ. هو يعني عرفانا بالعادات والتقاليد والاديان والاخلاق اللي اتربينا عليها والاصول والكلام ده كله. اولا يعني مفيش بنت بتقعد وسط رجاله كده بالمنظر ده، وشفنا الموضوع ده متكرر كتير على الفترات الاخيره، طبعا سوشيال ميديا وبتاع والكلام ده كله. بس حتى لو هتقعدي وسط رجاله، تقعدي باحترامك وادبك واخلاقك. حتى لو الرجاله بتتكلم وبتشتم، رغم ان الشتيمه مرفوضه، بس انت ما ينفعش تردديها. انت ست وليكوا حرمه. هيسوى ايه لما واحد يطلع يشتمك ولا يهزقك، ولا عيل قليل الادب يشدك من هدومك ويرميكي في الارض، ولا يعني ما هو انت بنت. ركزي في دي. انت ممكن تتحطي في اي موقف قذر، يعني تتهاني بسببه. طب ليه؟ وبعدين انت براحه بتخوضي في ذمه واحد ميت، يعني واحد امام الله هو هيتحاسب في يوم من الايام، وخلاص راحت روحه للي خالقها، بتذمي فيه وتقولي عليه ما اعرفش ايه. طب ليه يا ست؟ ليه يا بنت؟ ليه يا بنت الناس؟ ما هو معلش برضو، لو في راجل في البيت وشاف الفيديو ده وعنده نخوة وكرامة ورجولة، ها، والله ما يخرجك من البيت تاني، والله ما يخرجك من البيت تاني. بس هنقول ايه بقى؟ للأسف بيوت كتير بقى ما بقاش فيها رجالة أصلا. طيب، عشان ما اطولش، دلوقتي قصة حامد حمدان. انتوا بقالكوا تقريبا يعني مش عارف حوالي 6 شهور 7 شهور سنة شهرين 3 ايا كان، رحتوا وتقدمتوا بطلب وقلتوا الولع عايز يجي لنا، واهله في فلسطين عملوا مظاهرات وقال لك ما يروحش غير الزمالك. طب انت كل الوقت ده ما خلصتش فيه ليه؟ ما جبتوش ليه؟ يعني معلش، ما تفهمني برضو. هو انت دلوقتي لما الاهلي دخل طرف في الموضوع، مشغل برضو دراويشك على السوشيال ميديا ولجانك ودنيتك، الحق ده الواد مش عايز غير الزمالك وبيتعرض لضغوط، اصل حامد حمدان بيموت في الزمالك، ونزل ستوري بقلب ابيض وما اعرفش ايه. بس الاهلي مين يا ابني؟ اهلي مين يا ابني؟ الاهلي لو عمل كده لاي لاعب هيجيبه. الاهلي عنده فلوسه حاضره. الاهلي عنده ما يملك ان هو يقدر يخلص في اي لاعب، ويقدر يغري اي لاعب انه ينضم ليه، الا اذا رغبه اللاعب نفسه مش حابه. بس انت كنت فين الفتره دي كلها؟ دراويشك بقى اشتغل والحق ده عايز مش عارف. طب وبعدين؟ انا مالي بالقصه دي. انا مالي. انت معاك فلوسك واللاعب مشتريك، خلاص خش بقى عليه، خلص فيه. بس اداره بتروجيت نفسها، ما هو انت يا ابني معروف، يا ابني انت سيء السمعه، يا ابني انت، هو انت يا ابني متخيل ان الناس دي عاميه وخرصه وطرشه مش شايفه اللي انت بتعمله؟ غرامات وفيفا ولاعيبه ما بتاخدش مرتبات، وجوزيه جوميز يروح يشتري ميه للعيبه على حسابه، وما اعرفش مين يوصل اللعيبه على حسابه، ومش عارف مين يدفع قسط الكهرباء قسط العربيه مش قاد. انت يا ابني يعني هقول لك ايه، انت سيء السمعه، انت سيء السمعه معروفه مش محتاجه كلام. فهو اصلا اي بني ادم عاقل يعني لو راح يشتغل في شركه معروفه، مش راح يشتغل عند واحد في محل. وانا بدي مثال بالشركه اللي هو الاهلي والزمالك يعني، تمام. فراح سال عن الشركه دي، قالوا له والله ده ما بيدوناش مرتبات، وشركه مش كويسه، والفلوس بتتاخر وعليهم غرامات وبيقفلوا ويفتحوا كل شويه. اكيد طبعا هيروح للشركه اللي هي اسمها معروف، اسمها مستتب، اسمها بتلمع، بتدي مرتباتها لموظفينها في وقتها، بتخلص كل الدنيا مع يعني كل حاجه في وقتها، كل حاجه بنظام، كل حاجه باحترام. فاهمني؟ فطبيعي هو هيختار يروح الاهلي. ده لو هو يعني بيدور على كارير احتراف. وبعدين في الاول وفي الاخر ده لاعب اجنبي، سيبك منه فلسطيني بيتعامل معامله المصري، ده في الاول وفي الاخر لاعب اجنبي بيلعب كوره بيحترف عشان يعمل فلوس. فهو كده كده بالنسبه له في المقام الاول هي الامور الماديه
فقط لا غير. الاهلي هيدفع اكتر، بيراميدز هيدفع اكتر، هيروح للي هيدفع اكتر. انا بقول لك من دلوقتي دي قصة الفلوس. انما بقى القصة الاهم بالنسبة لي، الجزء الاهم بالنسبة لي، هل انت لما دخلت في الصفقة، انا بتكلم كاهلي، هل ده احتياج فني؟ هل ده معناه ان انت هتمشي احمد رضا؟ هل ده معناه ان انت ديانج ماشي مش هتجدد له؟ ما هو انت معلش دي تكملة الفيديو، انا بعتذر لان جالي للاسف في حد اتصل بيا. فهل قصة حامد حمدان دي انت يعني انت رحت تجيبه عشان هو ده احتياج فني، ولا في لعيبه عندك ماشي هتمشي احمد رضا، هتمشي ديانج مش هيجدد؟ ما يعني انت مش إيه التفاصيل اللي انت واقف عليها عشان دخلت في صفقه حامد حمدان؟ ما هو لازم برضو يبقى في توضيح للامور. لو هو احتياج فني وانت شايف ان انت محتاجه وديانج ماشي ورضا هيخرج، خلاص مفيش مشكله. لكن لو هي الفكره بس انت داخل تزاحم الزمالك وبيراميدز في اللعيب، لا احنا مش عايزين صفقات بس عشان خاطر البوم طخ والسوشيال ميديا والكلام ده كله. احنا عايزين لعيب يفيد الفرقه، عايزين لعيب يبقى منتج ومفيد، ولعيب يقدر يضيف لنا الفتره اللي جايه. طيب، اخر حاجه بالنسبه لموضوع الاهلي، دلوقتي شفت النهارده نزل قرار الكاف انه رفض التظلم على الكارت الاحمر، وكمان رفض طلب الاهلي بانه يبقى في فار في دور المجموعات. انا بشوف ان الموضوع يعني مش هخش في نظريه مؤامره واتظلم وبتاع وما اعرفش ايه واحس ان انا مضطهد، لا، بس الموضوع فيه ان الموضوع مش مريحني، واتمنى ان الاهلي او اللعيبه تبقى مركزه والاداره يعني منتبهه للكلام ده، ويبقى فيه تركيز اكتر على الفتره اللي جايه وخصوصا في دور المجموعات. وان انا يعني ما بقاش تركيز، يعني ما بقاش عامل حسابي ان الحكم هي هينصفني طول الوقت. لا، حاول تكسب بمجهودك وحاول تخلص المباريات الى ان يعني نتخطى دور المجموعات ان شاء الله. اخر حاجه عشان اقفل الفيديو، شوفوا المغرب يا جماعه، المغرب بطولات وتصفيات، وفي كل البطولات بينافسوا، وفي كل حاجه داخلين وبينظموا معظم البطولات دلوقتي، وكل ايفنت بيحصل في الكوره وفي الكاف هم اللي بيستضيفوه. يعني يا كابتن ابو ريده، يعني غيروا شويه وحسوا على دمكم شويه بالكوره المصريه وحال الكوره المصريه. حرام عليكم اللي بتعملوه فينا ده، مصر تستحق افضل من كده بكتير. شكرا، سلام عليكم.